عضلات الرجلين هي اكتر عضلة الناس بتهملها، والسبب هنا واضح زي الشمس، وهو ان التمارين دوت صعب جدا. ما ينفعش انت تكون شخص بتروح الجيم او بتتمرن عموما وجسمك من فوق كويس ومن تحت البنطلون فاضي. لازم يكون البنطلون مليان فيه عضلات تحتيه متداريه. فالنهارده تكميلا لسلسله التمارين في البيت، جايب لك تمرين رجل بالكامل تقدر تعمله في البيت، هيساعدك ان انت تقوي عضلات رجلك جدا، وكمان هعرفك ازاي تعمله بالظبط عشان تستفاد من التمرين ده اقصى استفاده. اول حاجه وهي ان انت لازم تعمل تايم اندر تنشن. التايم اندر تنشن دوت وهو ان انت بتلعب باداء كويس جدا واداء 100%، ولكن لما بتيجي تنزل في العد تحت ان انت بتثبت زي ثانيه او ثانيتين. اغلبيه تمارين الرجل بتكون في الجيم باوزان ثقيله جدا، ده اللي بيساعدك ان انت تعمل عضلات زياده، ولكن احنا في البيت هنتمرن من غير اي اوزان، او مجرد لو انت عندك دمبل او اي حاجه خفيفه في البيت، حاجات بسيطه جدا تقدر تستخدمها في التمرين بتاعك. فلازم نهتم جدا بالاداء بتاعنا، ولازم نبدا نستخدم تكنيك التايم اندر تنشن في بعض التمارين. مش هقول لك ان انت كل المجاميع بكل العدات ان انت تعمل تايم اندر تنشن، ولكن كل مجموعتين احنا هنعمل 4 مجاميع، العدات بتاعتنا هتكون من 10 ل 20 بالكتير قوي عده. ففي اخر مجموعتين من كل تمرين هنبدا ان احنا نطبق التايم اندر تنشن. طيب بنعمله ازاي التايم اندر تنشن ده؟ هو ان انت لما بتيجي مثلا تنزل لتحت خالص، لما انت بتكون بتعمل اي عد من اي تمرين بتثبت تحت من ثانيه لثانيتين. هو ده التايم اندر تنشن، بيكون قوي جدا وبيحط حمل قوي جدا على عضلاتك وهيساعدك ان انت تطورها. وتاني حاجة ودي الأساس في كل حاجة وهي الأكل. لو أنت بتتمرن كويس جدا سواء في البيت أو في الجيم أو في أي مكان ومش بتاكل كويس، فأنت مستحيل تعمل أي عضلات أو تعمل أي تطور. جسمك في وقت التمرين بيهدم العضلات. أنت في التمرين بتاعك ده هو عبارة عن تقطيع للألياف العضلية، أنت بتبدأ تقطع الألياف العضلية عشان بعد كده لما تيجي في البيت أو تيجي إن أنت تبدأ تاكل، ده بيساعدك إن أنت بتعمل بناء. فالهدم بيكون في التمرين، التمرين بيساعدك ان انت بتهدم، لكن البناء بيكون من الاكل. فلو انت بتهدم فقط وكل يوم بتروح تهدم 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 في عضلات جسمك، ولكن انت مش بتبني مش بتاكل كويس، فمستحيل يكون في اي تطور او في اي عضلات تتعمل. فلازم تهتم جدا ان انت تنوع في كل العناصر اللي انت تدخلها لجسمك، بروتين، كارب، دهون صحيه. اهتم جدا ان انت تزود البروتين على قد ما تقدر في الاكل بتاعك عشان يساعدك ان انت تعمل عضلات واستشفاء احسن. وتالت حاجه تقدر تستخدمها وهتساعدك جدا وهي ان انت تعمل كارديو يكون جري. لو انت عندك عجله اوكي، لكن احنا بنتكلم مثلا لو شخص مجرد هو بجسمه ما عندوش اي حاجه، تقدر ان انت تجري ايا كان، هتجري على البحر، هتجري في تراك، في ملعب، في اي حته تقدر تجري فيها. عايزك ان انت لما تيجي تعمل الكارديو بتاعك ما يكونش مجرد بتجري وخلاص. لو جيت تشوف اللعيبه اللي بتجري سبرنت فقط 100 متر، واللعيبه اللي بتجري مثلا كيلو او ايا كان بيجروا مثلا مسافات طويله، هتلاقي ان اللي بيجروا مسافات طويله جدا بيكونوا رفيعين، لكن اللي بيجروا سبرنتات هم بيكونوا عندهم عضلات قويه جدا. احنا عايزين نعمل عضلات، فهندخل سبرنتات بس هندخلها مع الجري العادي. تقدر انت تنوع ما بينهم، مش عايزين ان احنا نكون هنعمل كله سبرنتات فقط، لا هنبدا ننوع ما بين ان احنا الجري البسيط مع السبرنتات. مثلا هنجري مثلا ماشي خفيف دقيقه مثلا او دقيقتين، بعد كده سبرنت دقيقه او نص دقيقه، بعد كده تريح مثلا دقيقه في النص او دقيقتين، بعد كده جري خفيف، بعد كده سبرنت، جري خفيف، سبرنت، وتريح في النص ما بينهم. ده هيساعدك جدا ان انت تحط زي صدمات او زي بالسز كده ونبضات تدخلها لجسمك. الحركات الفجائيه دي بتساعدك ان انت بتطور حجم وقوه عضلات رجلك جدا. فعايزك تهتم جدا بالحاجات دي. دلوقتي هنخش في التمرين، لكن قبل ما نخش هتلاقيني في بعض التمارين بستخدم دمبل. تقدر تستخدم اي وزن عندك، ازازه ميه كبيره، جيركن، كرسي، كيس كبير، في كتب، شنطه، اي حاجه تقيله عندك تقدر تستخدمها في التمارين دي، عشان احنا عايزين نحط اي مقاومه على عضلات رجلينا، مش عايزين بس مجرد نكون بنتمرن بوزن جسمنا فقط. فتقدر تستخدم اي وزن. ودلوقتي هنبدا في التمرين على طول.
وكده شوف ده يكون فيديو النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو يجي لكم نوتيفيكيشن ان في فيديو جديد نزل، واعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لناس اكتر، واعملوا كومنت تحت اكتبوا لي اي حاجه عايزين تسالوا عنها، سواء حاجه عن التغذيه، تمرين، اي حاجه تيجي في دماغكم او اي حاجه محتاجين ان اشرحها بالتفصيل في فيديوهات جايه اكتبوا لي في الكومنتس تحت. ولو مش متابعيني على الاكونتات بتاعتي انستجرام فيسبوك تيك توك هتلاقوا اللينكات في الديسكربشن تحت، فايتكم كتير جدا لو مش متابعيني والله. خشوا تابعوني دلوقتي وشوفوا الحاجات اللي بتنزل هناك كل يوم. ولو انت عايز برامج او انظمه مخصصه ليك انت على حسب يومك وعلى حسب جسمك، حاجات تساعدك ان انت توصل لهدفك في اسرع وقت، تقدر تتمرن معايا زي ناس كتيره قبلك وصلنا لاحسن نتائج هم ما كانوش يتخيلوها ابدا في وقت قليل جدا. تقدر تبعت لي على لينك الواتساب تحت، ابعت لي هاشتاج اونلاين كوتشنج وهيبعت لك هناك كل التفاصيل بالباقات المتاحه معانا. ليه باقات كتيره هناك جدا تقدر تختار المناسبه ليك. والميزه في البرامج بتاعتي ان هي مش مجرد حاجات كوبي وبيست بناخدها من نفس الناس بنديها للناس الثانيه، لا كل واحد بيتبعت له لسته كبيره جدا بالاسئله، حاجات يكون فيها اسئله شخصيه ليك بتفهمني عنك وعن يومك بيمشي ازاي، شغلك، طبيعه يومك بتعمل ايه. كمان بسالك عن الاكل والحاجات اللي انت بتحب تاكلها عشان ما يكونش حاجات انت مش بتحبها ومحطوطه في النظام. فالفكره هو بيكون الموضوع لايف ستايل، الموضوع بيكون متظبط على حسب يومك انت ماشي ازاي. مجرد بس انا بسهل لك او بساعدك ان انت توصل لهدفك في اسرع وقت، وبعرفك الطريق الصح عشان تعمل الحاجات دي. لكن مش باجي ان انا اخش في حياتك اغير لك يومك بالكامل او اخليك تعمل حاجات انت مش متعود ان انت تعملها، لا الموضوع بيكون كاستمايزد وحاجات مخصصه ليك انت بتتظبط عليك عشان تكون مبسوط ومفيش اي مشاكل او مفيش اي معاناه في النظام اللي احنا هنمشي عليه. فالموضوع لازم تاخده كلايف ستايل او ان انت تحب الحاجه دي عشان توصل لهدفك ويكون جسمك حلو والدنيا تكون متظبطه معاك وجسمك يكون صحي. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.